اعلاميه بتفوز بالعمره. احساسك ايه يا نيفين؟ احساسك ايه؟ انا سعيده جدا. انا ما كنتش متخيله ان ممكن افوز انا بالعمره، لكن احساس رائع. زي لو كان محمد بس بيها برضه. على فكره انا ومحمد مسلمين في توقيت واحد، فعشان كده هو مش زميل اعلامي في التلفزيون بس، لكن انتيم يعني. مبسوطه جدا 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 ان انا يعني اسمي يظهر ان انا افوز بعمره. وسعداء بوجودكم كتير. دي عن قناه الصعيد، ادي 20 سنه اشتغلت التلفزيون. النقابه الحره كرمتني من ضمن المكرمين قائد الاعلاميين. كان اول تكريم عن مسابقه، خدت مركز اول في برامج عن برنامج النهارده، واخدت جايزه من النقابه. بعدها فوجئنا ان هي عملوا سحب عام على الموجودين الاعلاميين الموجودين، وكنا قاعدين بنهزر انا وزمايلي على اعتبار ان انا المسيحيه مش الوحيده، كان معايا زميلتي واحده بهجت، بس كانوا بيهزروا معايا لو العمره دي طلعت ليا، فكنت بهزر وبقول ان العمره بتاعتي في المسجد. فجانا السحب عملته بنت وولد صغيرين، اسمي بيتنادى ان انا اللي فزت بالعمره. انا مش مصدقه اولا ان انا افوز بالعمره، دي حاجه شعور رائع جدا ان انت تحس ان مفيش فرق بينك وبين زميلك المسلم. احنا ما بنعرفش الفرق دوت، لكن ده اكدوه النهارده. كنت مبسوطه جدا اما طلعت واستلمت، الكل كان فرحان جدا، وبقى يقولوا لي ادعي لنا، واللي يقول لي قولي لي الفاتحه، واللي يقول لي طب خدينا نحرم معاكي.